انمي جديد نازل من نفس المؤلفه بتاعت فول ميتال الكيميست ونفس الاستوديو بتاع بوكو نو هيرو، وشكله نازل من الحلقه الاولى يقش كل الجوائز. طيب ورجعت لكم بفيديو جديد على القناه، والنهارده هنتكلم مع بعض عن الحلقه الاولى من انمي ديمونز اوف ذا شادو ريلم. وزي ما قلت لكم في الانترو، ده من نفس الاستوديو بتاع بوكو نو هيرو، استوديو بونز اللي رسم بوكو نو هيرو وفول ميتال الكيميست، ونفس برضه المؤلفه بتاعت فول ميتال الكيميست. الانمي نزل منه حتى الان حلقه واحده بس، ومقرر عرضه على مدار 24 حلقه. وعلى عكس المتوقع الفتره اللي فاتت دي، فانميات كتير ابتدت تنزل للحلقه الاولى بالدبلجه العربي. ايوه، ديمونز اوف ذا شادو ريلم متوفر على كرانشي رول بالدبلجه العربي. رايك ايه يا تيفو سيمباي في الانمي، ورايك ايه في الدبلجه؟ ده اللي هنعرفه لما نخش على الفيديو. لكن قبل ما نبدا الفيديو، ما تنسوش اللايك وما تنسوش سبسكرايب. خلونا نوصل للقناه 5000 مشترك قبل نهايه السنه دي، وما تنسوش نوصل الفيديو ل 200 لايك. ويلا بينا نخش في الفيديو على طول. قصه الحلقه الاولى باختصار بتدور حوالين عالم من الشياطين مسالمين جدا، لكنهم بدل ما يكونوا في العالم السفلي طلعوا في العالم الخارجي، وكان في بارير هم حاطينه حوالين نفسهم. واضح ان الانمي ده بيتمتع بقوه سحريه، احنا لسه ما فهمناش التفسير ليها. كان في بارير محطوط حواليهم عشان يخفيهم عن اعين الناس ويعيشوا في سلام من غير ما حد يتدخل في شؤونهم، لحد ما جه يوم مشؤوم ونزلت قنابل على البارير ده، دمرت البارير وكشفت الناس اللي موجودين في العالم ده، وكشفت المملكة اللي هم عايشين فيها فوق الأرض للعالم الخارجي. وعلى مدار الحلقة الأولى بيتقدم لنا تو ديمونز، شخصيتين مهمين. أول شخصية البطلة بشعر أصفر اللي هو يورو، تمام، واخته اسمها اسا. بنعرف ان هم اتولدوا في ظروف غامضه شويه، فكرتني لحد ما بدورورو. لكن بنشوف بقى الحياه الواقعيه او الحاضر اللي احنا عايشينه معاهم دلوقتي، وبنلاقي برضو ان يورو هو الشخص اللي الانترودكشن بتاعته شبه تانجيرو شويه، الشخص النشيط، الشخص اللي الناس كلها بتحبه، راضيه عنه، الرسام راضي عنه، احنا راضيين عنه، امه راضيه عنه، وكل حاجه. وبنلاقي ان اخته اسا مسجونه. مسجونه ليه؟ إيه اللي حاصل في الحته دي؟ لكنه بيحب اخته جدا، وكان دايما عايز يجيب لها طيب هديه. طب هفرحها ازاي؟ طب ايه الحاجه اللي ممكن اجيبها لها؟ والكلام ده كله. وعلى مدار الحلقه بيتقدم لنا شخصيات ثانويه شويه، فممكن ما نهتمش بيها، لكن شخصيه واضح ان هي هيبقى ليها لازمه او هتكمل معانا بعدين، وهو شخصيه الميرشنت، التاجر اللي بيتواصل مع العالم الخارجي وبيجيب بضاعه وبيخش بيها جوه العالم الشياطين، ويشوف بقى ايه بيتاجر يعني. لكنه واضح ان هو ما كانش شخصيه عاديه خالص. وبرضه على مدار الحلقه الاولى وزي ديمون سلاير شويه، بنلاقي ان والشخصيه دي بره الهوم بتاعه بيتدمر، القنابل بتنزل، الحاجز بيروح. قلقان على اخته اسا، اول حاجه فكر فيها، فقام واخد بعضه هو والتاجر وقاموا داخلين جوه تمثال اسدين قصر النيل دول. يعني في مدخل المملكه بتاعتهم او القريه بتاعتهم دي، موجودين عليهم على مدخلهم كده اسدين، تمام، او كائنين يعني شيطانين، بيقولوا عليهم اليسار واليمين، تمام. فدخل جوه التمثال وخد الممر السري وراح لمكان اخته، ولقى اخته بتموت، لقى اسا بتتقتل. مين اللي بتقتلها؟ اسا كبيرة يعني. اسا كبيرة بتقتل اخته الصغيرة اللي اسمها اسا، وبتقول له اللي قتلت دي بقى، بتقول له يا اخويا انا جاية انقذك واقتل كل الناس اللي في القرية. ايه ده؟ في حاجات كتير ما فهمتهاش. بس فبيقدر الميرشنت ان هو ينقذ اليورو ويطير بيه لمكان بعيد. لكن بنكتشف ان التانية مش عايزة تقتل يورو، هي عايزة تنقذه وتقتل التانيين. ايه اللي احنا هنفهمه بعدين عن الموضوع ده هنشوف في الحلقات الجايه. وبنلاقي ان الميرشنت لما انقذ يورو ورجعوا تاني من الممر ورجعوا عند اسدين قصر النيل، هليكوبترز بقى، ما خلاص العالم بقوا اكسبوزد، بقوا مكشوفين للعالم الخارجي، فابتدت الطيارات او هليكوبترز. هم حتى يعني الديمونز مش فاهمين يعني ايه هليكوبترز، ايه ده؟ دول تنانين، ده غضب التنين، لا طيارات يا باشا، فاهم؟ فواضح ان احنا برضو هم مش فاهمين قوي العالم الخارجي بيدور فيه ايه، ما عدا بقى الميرشنت لان هو بيتعامل مع العالم الخارجي. فلما لقوا الطيارات دي بتهجم عليهم، الراجل او التاجر ادى اليورو سلسله، قال له دي هديه مني ليك، حطها في الفتحه اللي في الارض دي ما بين التمثالين دول، ما بين اسدين قصر النيل، تمام، ما بين اليسار واليمين. وبنلاقي ان يورو راح حط السلسله دي في الفتحه اللي في الارض، وفجاه لقينا غبار طلع، شياطين او قوى خارجيه بتهاجم الهليكوبترز وبتدمرها في ثانيه.
ولما بينقشع الغبار بنلاقي التمثالين دول يسار ويمين تجسدوا على هيئة شيطانين اسمهم يسار ويمين، وبيقولوا له احنا الشياطين بتوعك، احنا ملزمين بيك بحمايتك. طب هم شيطانين وهو المفروض شيطان، ده هو ديمون وهم ديمونز، هم الديمونز بتوع الديمون ولا هم يعني انا في حاجات برضو لسه محتاجه تتقدم لنا في العالم ده. طيب رايك يا تيفو سامباي في اللي انت شفته من الحلقه الاولى، وانطباعك ايه عن الموضوع؟ اول حاجه انا شايف ان الانمي بصراحه مبشر جدا بالخير. حلقه اولى اديها 10 من 10، على عكس ما انميات تانية كتير بتمط شويه في الحلقه الاولى وبتعمل حلقه اولى ساعه وبتدي احداث في احداث في احداث في احداث في احداث في احداث وتحشي الحلقه وتزغطك احداث كتير. او انميات تانية الحلقه الاولى بتاعتها بتبقى فاضيه، بتبقى ممله، بتبقى عاديه. الانمي ده حقق البالانس المطلوب جدا. هو الحلقه الاولى ما كانتش ممله على الاطلاق، لكنها ما كانتش طويله وما كانتش اوفر، ما كانتش بتجتاحك بالمعلومات. تمام. فبصراحه الريتم بتاع الحلقه كان ممتاز جدا. وطبعا مش محتاج اقول لكم ان الرسم كان خرافي جدا، كان على اعلى مستوى. استوديو بونز حقق المعادله اللي دايما بيحققها. تمام. هو بالنسبه لي حاليا واحد من اعظم الاستديوهات في الرسم والانيميشن. شكرا يوفوتيبل، شكرا ويت، شكرا مابا، وشكرا توي انيميشن في بعض الحاجات اللي انا بشوفها في الاخر في ون بيس. لكن استوديو بونز كالعاده ابدع في الرسم وفي الانتاج. جدير برضو بالذكر ان الاخراج حلو، الكادرات حلوه، الالوان المستخدمه مريحه للعين ومدخلاك جوه العالم ده بشكل مناسب جدا. في انميات تانية بتبقى القصه بتاعتها مش مناسبه على الاجواء او على درجه فتح الالوان او غمقانها والحاجات دي كلها. فبصراحه شايف ان هم حققوا معادله حلوه. العيب الوحيد حتى الان في الحلقه بالنسبه لي الاوستات. الموسيقى كانت لايقه على الاحداث، لكن على عكس بوكو هيرو وعلى عكس فول ميتال الكيمست ما لقيتش حتى الان. ماشي احنا لسه في الحلقه الاولى بس انا برضو بدي رايي، ما لقيتش حتى الان يعني الاوستات اللي هي مميزه قوي. يعني اغمض عيني ايوه ده اوست بوكو هيرو، ده اوست فول ميتال الكيمست، لكن حتى الان ما لقيتش الاوستات المميزه دي في الانمي بتاع ديمونز اوف ذا شادو ريلم. وبرده جدير بالذكر ان انا عجبتني الى حد ما كتابه الشخصيات، عجبني بناء العالم. هو برضو يعني اثار فضولك، هو اثار جواك تساؤلات كتير وفضول كتير وجاوبك على بعض التساؤلات، حط لك بعض الالغاز، اداك هوك، هو اصطادك. وانا حتى الان بصراحه انا تم اصطيادي بنجاح واي جات هوكد جدا، ومستني جدا 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 اتفرج على بقيه الحلقات، ومستني اعرف بقى ايه طب مين دول، طب جم هنا ازاي، طب طلعوا ليه، طب مين دي، ازاي اسا تقتل اسا، يعني هو في ماضي وحاضر ولا ده بيحصل ايه، مين اليسار واليمين التمثالين دول الشيطانين دول، يعني ايه شيطانين ملزمين بحمايه شيطان، طب هو ده ايرث ليجاسي ولا حاجات مثلا بالصدفه وبيتم تفعيلها بالدم قربان. في اسئله وتساؤلات كتير، فانا منجذب. وزي ما قلت لكم احسن حاجه عجبتني في الانمي ده هو انه ما اثرش التساؤلات كتير قوي، وفي نفس الوقت ما كانش الموضوع ممل. الموضوع كان متوازن جدا ما بين حلقه اولى بيديك فيها معلومات قيمه ويثير فضولك تجاه العالم ده، لكن في نفس الوقت بيسيب لك المساحه انك تاخد نفسك، تعيش مع الشخصيات دي، تبدا تتعلق بيها شويه، تبدا تتعلق بالعالم ده قبل ما تخش في المعمعة. طيب ولو جينا للقسم الثاني وهو الدبلجه، خلونا نتكلم. انا شفت الحلقه الاولى لاول مره بالدبلجه عربي، حتى الان ما عدتش على الاصوات الياباني، حتى الان ما عدتش على الاصوات الانجليش، شفت الحلقه بالعربي وجيت اكلمكم عنها على طول. طيب جدير بالذكر ان دي الحلقه الاولى، فمش هنكون اتقدم لنا شخصيات كتير قوي، مش هنكون اكتشفنا جوانب كتير من الشخصيات عشان نقدر نحكم على موضوع الدبلجه. لكن اللي شفته حتى الان هي دبلجه لغه عربيه فصحى من استوديو مصري تقريبا مصريه ميديا، فدي حتى الان الحلقه الاولى. وبرضه هدي الدبلجه حوالي 8 من 10. تمام. ما تقدمت لناش شخصيات كتير وجوانب كتير من الاعداد والتقمص والتمثيل ومشاهد تمثيليه كتير عشان نقدر نقول لا الممثل ده رائع، الشخصيه دي حلوه، دي لايقه جدا بالعربي، دي مش لايقه خالص. ده لسه حتى الان ما ابحرناش شويه جوه العالم الدوبلاجي ده. لكن اللي اقدر اقوله ان شخصيه البطل اللي هو ابو شعر اصفر هو صوته حلو قوي، لكن في ديسكونكشن، في حاجه مش لايقه قوي، في حاجه في النبره مش عارف، ميبي كنت حاسس انه ممكن يبقى له ممثل مختلف، لكن كويس. عشان كده بقول 8 من 10.
شخصية الميرشنت بصراحة عجبتني جدا، صوتها بالعربي، وشايف ان هي ممكن تكون 10 من 10. صوت اليمين واليسار التمثالين دول لما طلعوا اصواتهم برضو كانت جميلة جدا، واصوات الكومبارسات والشخصيات الثانوية عادي. صوت اسا كان كويس، اسا الكبيرة. صوت اسا الصغير مش عارف، حسيتهم فيك شوية في تصنع النبرة الكواي، تمام. فماشي، لكن عشان كده زي ما قلت لكم 8 من 10، ولسه قدام هنشوف لما الشخصيات دي، لما الممثلين دول يسنكوا مع الشخصيات اكتر ويفهموا الشخصيات دي، ونشوف تمثيل حلو ومحترم. طيب وفي الاخر رايك ايه يا تيفو سامباي في الحلقه الاولى دي؟ تنصحنا نكمل الانمي نتابعه ولا لا؟ وتنصحنا نشوفه بالدبلجه ولا لا؟ انطباعي عن الحلقه الاولى ودرجه تحمسي للقصه وللعالم ده 10 من 10. انطباعي للدبلجه بتاعت الحلقه الاولى 8 من 10. وهل انصحكم تتفرجوا عليه ولا لا؟ وبكل تاكيد ايوه، لان ده واضح انه هيبقى انمي من الانميات المهمه جدا 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 السنه دي، وهيبقى عليها العين، وهنشوف حاجات مهمه جدا. ويمكن زي ما قلت لكم في بدايه الحلقه ان احنا هنشوفه بيقش جوائز كتير قوي. بس يا سيدي، دي كانت كل حاجه عندي اقولها في الفيديو بتاع النهارده. ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنتات، ما تنسوش اللايك، وما تنسوش السبسكرايب. خلونا نوصل القناه 5000 مشترك قبل نهايه السنه دي، ونوصل الفيديو ده ل 200 لايك. واهم حاجه، لا تجعل مشاهده الانمي تلهيك عن واجبك الديني والدنيوي. دي كانت كل حاجه عندي اقولها في الفيديو بتاع النهارده، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.